لو جالك ابديت للموبايل وانت اجلته فاعرف انك بتعمل اكبر غلطه. كل شويه بيجي لك سوفت وير ابديت افيلبل وانت بتعمل زي ما كلنا بنعمل، سيبه لبعدين. بس الحقيقه ان السوفت وير بتاعك مش بيبعت لك كده رخامه، لا، الابديت هو حل لمشاكل عندك، وكمان تطبيقات موجوده في موبايلك محتاج ان هو يكون كومباتبل معاها بشكل اكبر، فبالتالي هو بيصحح الاخطاء اللي موجوده في النظام علشان يكون احسن مع التطبيقات، وكمان يحسن من كفاءه الموبايل. يعني لو موبايلك قديم وانت عايز تجدده فممكن السوفت وير ابديت يحل لك بعض المشاكل، لانه بيحل بعض البجز اللي موجوده في النظام نفسه، وكمان بيحسن من كفاءه البطاريه وبعض الحاجات التانيه. يعني من الاخر كده انت لما بتعمل ليتر فانت مش بتاجل الابديت، انت بتاجل حل المشاكل اللي عندك، لان ده عباره عن مينتيننس زي المينتيننس اللي بتعمله لعربيتك. فخليك عارف ان جهازك كمان محتاج تنظيف وترتيب كل فتره. والقصه مش بس في التكنولوجيا، انت كمان لو مش بتعمل تحديث لافكارك ومعرفتك وعاداتك فخليك عارف ان ادائك هيقل مع الوقت، واستقرارك هيتهز، وطاقتك هتخلص. الخلاصه، الابديت مش فيتشرز جديده بس، لا، هو كمان بيحافظ على اللي عندك قبل ما يبوظ، وكمان بيخلي موبايلك متوافق مع الحاجات الجديده اللي بتنزل عليه. انا قصي شتاين، ولو لسه بتأجل التحديث فتابعني علشان تعرف ازاي تعمل ابديت لنفسك وافكارك.